السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم رشيدة من قناة رشا فلوق. كنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وكنقول لكم ان شاء الله يا ربي رمضان مبارك سعيد مسبقا. ان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي كيف ما غادي يبان لكم غادي نبقى نكتب لكم هكا يعني معلومات على الفيديو، ولكن الموضوع اللي غادي نهضر عليه لانني راكم عارفين ما كنحطش فيديوهات بزاف، فعندي بزاف ديال الحوايج زوينين كنبغي نشاركهم معكم، ولكن لضيق الوقت ما كننزلش فيديوهات بزاف. هنا الموضوع اللي غادي نهضر عليه في هذا الفيديو هو فاش وقعت الفاجعه، فاش كتوقع كيف ما تنقولوا حنا بالمغربيه كطيح البقره وكيقواو الجناوي. هذا مثل مغربي معروف، ولو انه كاين شي امثله الصراحه ما كتعجبنيش، ولكن عندهم واحد المعنى. هنا بالنسبه للفيديو اللي كنت شاركت معكم اللي كنا ساهمنا فيه بداكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى مع الناس اللي ضروا من الفاجعه. فبزاف ديال الناس كاين اللي عندهم ديك الفكره انه ملي كتصوري واحد الحاجه كيقول لك بانك انت كتبغي تبيني بانك راكي درتي الخير، وكاين الناس اللي كتفهمها بان هذه راه كاين واحد الحديث انا غادي نقوله لكم، وبامكانكم انكم تبحثوا عليه. من دل على هدى فان له مثل اجر عامله الى يوم القيامه. بالنسبه للحديث انا ما يمكنش لي نشرح لكم اكثر عليه في الفيديو لانه ما غاديش يكفاني الوقت. ف السبب علاش كنهضر على هذا الموضوع هذا هو انه انا فاش نزلت هذاك الفيديو الناس اللي هنا يعني الناس العائله ديال الزوج ديالي بزاف اللي اتصلوا وهضروا معنا وقالوا لنا الصراحه حنا يعني ها هو وقع، يعني هي وقعت الفاجعه، ولكن بزاف ديال الناس اللي ما تحركش فيهم داك كيف ما تنقولوا ديك واحد الرغبه انه يدير واحد الحاجه، يعني بحال اللي كنقولوا حنا يتعاند او لا، راه مزيان انك تعاند انك دير الخير. فبزاف اللي هضروا معنا وقالوا لنا فعلا عجبتنا الفكره، وحتى حنا ان شاء الله غادي نساهموا بداك الشيء اللي قسم الله سبحانه وتعالى. وحتى الاخت ديالي قالت لي نهضر مع الزميلات ديالي في العمل، لان راه فرق ما بين الزميله وما بين الصديقه. عليها قلت الزميلات لان الصداقه راه شي حاجه اللي كبيره. فقالت لي غادي نستشر معاهم ونساهموا بواحد القدر من المال ونرسلوه لكم وتقداو داكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى وتعاونوا به الناس اللي محتاجين. فكتفاجئ بوحده كتقول ليها انا باش غادي نعرف هاد الفلوس اللي غادي نعطي واش غادي تاخذها الاخت ديالك ولا غادي تساهم بها. راه حشومه وعيب انك تنوفي هاد النيه. راه والله العظيم كون كانت هاد الاخت هذه كتعرفني يعني كتعرفني عن قرب والله ما تقدرش تقول هاد الكلام. راه انا الحمد لله ماشي كنشكر راسي، ولكن حنا مربيين تربيه حسنه. انا هذا ماشي ما بقاش فيا، لان راه عادي الانسان انه يبقى فيه ديك النغزه ديال الشك، ولكن اللي بقى فيا هو انني انا بديك الفرحه ديالي قلتها للزوج ديالي وقلت الله شوف بنات بلادي وغادي يعاونوا وغادي يكون عندهم واحد الاجر وحتى انا غادي يكون عندي واحد الاجر معاهم. زعما هكا انايا فرحت والله القاسم، راه مستحيل انني انا نفكر ندير شي حاجه بحال هذه. وراه كاين عده طرق اللي ممكن انك تعاوني خوتك اللي مضرين. فكنتفاجئ بها كتقول هذا الكلام هذا. تخيلوا شنو غادي يقول لي الزوج ديالي، قال لي لو كانت جات فيها الدقه هي ما كانتش غادا تقدر تقول هذا الكلام، وما كانتش غادي تكون عندها الفرصه انها تفكر وتقول بحال هذا الكلام. خاصكم تعرفوا واحد القضيه، راه بزاف ديال العائلات اللي ماتوا عائلات مغربيه، غير باش تكونوا عارفين هاد القضيه. راه ماشي لا نقول انا لا راه ماشي في ديك الدوله اللي وقع فيها اللي وقعت فيها الفاجعه ونقول لا وانا صافي راه بعيد صافي. لا راه حنا كلنا كنتسماو خوت عند الله سبحانه وتعالى. بما ان حنا مسلمين راه خاصنا نكونوا متفاهمين وتكون اليد في اليد باش نتعاونوا على شي حاجه اللي تكون زوينه باش نساعدوا خوتنا. واش في خباركم راه بزاف ديال العائلات اللي ماتوا مغاربه، وكاينه مسكينه واحد البنت دابا راها في الفيسبوك كتطلب المساعده، توفى ليها الزوج ديالها وخلى ليها وليد، ما عرفتش انا واش بالضبط واش وليد ولا بنيه، وما عندهاش عائله الزوج ديالها. كنتخيل دابا هاد البنت لو كانت اللي خرجت هاد الكلام، لو كانت الاخت ديالها كاينه هنا مثلا في تركيا ووقع لها هاد المشكل هذا وتوفى ليها الزوج ديالها، واش ما غاديش تطلب المساعده من خوتها المسلمين؟ اكيد غادي تطلبها، واكيد غادي تبغي الناس يعاونوها. وراه هكا خصنا نكونوا. ما يمكنش انا نبقى نفكر نقول ولا وهذاك الشيء اللي غادي ناخذ انا واش غادي يوصلهم ولا ما غاديش يوصلهم. ايوا انا نفكر بهذه الطريقه وانت تفكري بهذيك الطريقه. ايوا هذوك اللي كيموتوا مساكن بالجوع وكيموتوا بالبرد وكان طايح الثلج، راه وقعت كنظن نهار 6 في الشهر، والثلج راه طاح نهار واحد ونهار 2 في الشهر.
راه ما خصناش نكونوا كنفكروا بهذه الطريقه. عرفتوا راه والله العظيم تألمت، ماشي تألمت حيت هي قالت هذاك الكلام، تألمت لانني أنا فعلًا من أنا أختي هذه اللي اقترحت عليَّ الفكرة، مستحيل أنها تفكّر بديك الطريقة، وحتى أنا مستحيل أنني نفكّر بديك الطريقة، مستحيل يعني واخا نعرف راسي نحلف ليكم أقسم بالله أنا ماشي من داك النوع، لأنني أنا يرسل لي واحد الشخص واحد الأمانة ونشدها وناكلها، راه بزاف ديال الناس تواصلوا معايا وقالوا لي من الأحسن أنِك تجي بحالك زعما للمغرب، راه ماشي بهاكا كنعيشوا. مثلًا أنا غادي نهز حوايجي ونهز بنتي، أنا كنت غادا نجي للمغرب في شهر 8 وما كتبش، لأنني كنت مرضت واحد المرض خايبة، راه صايب الباسبور لبنتي وصايب الباسبور ليا وما كتبش أنني نجي، راه تمشي غير فين مشاك الله سبحانه وتعالى، لنفرض أنا غادي نسمح في الزوج ديالي وغادي نجي للمغرب، راه ممكن نموت في الطريق راه ماشي هكايا، وأنا ما نقدرش نسمح في الزوج ديالي باش أنني نهرب أنا من الفاجعة ونخلي الزوج ديالي، راه الزواج راه شي حاجة كنكملوا بعضياتنا. يعني راه كنبقاو على الحلو وعلى المرة، يعني راه أنت كتغمض عينك وأنا كنغمض عيني وكنكملوا الحياة، ماشي هكا أنا غنسمح في الزوج ديالي وغادي نهرب، لا راه ما يمكنش، راه ماشي هكا. كنتمنى ما نكونش هدرت بزاف وما نكونش تقلت عليكم، ولكن فعلًا بقى فيا الحال وخصوصًا الأخت اللي قالت واش أنا هاد الفلوس اللي غادي نرسل واش غادي فعلًا ترسلها اختك للناس اللي محتاجين والّا غادي تاخدها، راه مستحيل لو كان أنايا كنبغي شي حاجة ديال الحرام أولا شي حاجة ماشي ديالي، راه كتشوفوني بزاف ديال الحوايج كنديرهم في القناة، راكم كتشوفوا بزاف ديال الناس راها كتوقف وكتجلس ترقص كدير فيديوهات تافهة وعندها المشاهدة وعندها، أما أنا ما مربياش على داك أنا ما نغيّرش المبادئ ديالي على الفلوس، مستحيل ما عمركم غادي تشوفوني كنغيّر المبادئ ديالي باش نربح أنا الفلوس، ونزيدكم واحد القضية أنا كنغيّر من حياتي للأحسن وإن شاء الله غادي تشوفوا في الفيديوهات يعني حتى ناخذ القرار يعني يعني نتأكد من القرار اللي بغيت ناخذ وغادي تشوفوني شنو غادي ندير في حياتي يعني، هذا قرار كيخصني يعني أنا شخصيًا وحتى الزوج ديالي ما عندوش مشكل في هاد المسألة هادي، ما بغيتش نحرق المراحل ولكن غادي نخلي لكم إن شاء الله غادي تشوفوا شنو غادي ندير. كنتمنى الفكرة تكون وصلت. هنا بالنسبة لهاد النهار هذا كيف قلت لكم راه سجلت الفيديو كنظن نهار 1 ولا 2 في الشهر، المهم كان بالسبت، فجمعت هكايا جمعت الدار، وهاد السجادات راه كانوا يعني بليلة قبل على أساس كنا رسمناهم يتصبنوا فكنتفاجئ الصراحة بالسيد اللي رسمناهم ليه صبّن غير هاد الطويلة هادي، يعني صبّن غير هاد الكبيرة، وهاديك اللي دايرة واللي طويلة ديال الكوريدور خلاهم كيف ما هُما، كيف ما رسلتهم ليه كيف ما رسلهم، سبحان الله العظيم حنا مازال عليه داويين وراجلي حشم يرجعهم، قال لي: "لا راه غيكون صبّنهم." قلت ليه: "راه ما مصبّنينش، راه ها أنت كيف ما رسلتهم كيف ما هُما." ومع ذلك ما ولاش عاود رجعهم. هنا كنا خرجنا هاد النهار هذا الصراحة كان ديال بنتنا، فخرجنا خدينا ليها هاد السبورة هادي، نصيحة للناس اللي عندهم هكا الصالون في اللون مفتوح ما تخليوش الوليدات يقيسوهم ليكم بالألوان، خصوصًا هاد الأقلام ديال هاد السبورات هادو ما كيبغيوش يتحيدوا، عرفتوا أنا قاست السجادة ديالها ما بغاش تحيد ليا حيت منخدم في البرودويات ما بغاش تحيد ليا. المهم هاد السبورة هادي راها كتزاد هكايا في الطول وكتنقص، يعني راها واخا تكبر إن شاء الله مازالت هكايا تستعملها، وهنا خرجنا هنا خرجنا كنت خرجت من قبل يعني من قبل من هاد النهار هذا، خرجت هكايا مشيت للمحلات هكايا ديال المحلات التجارية عفوًا، وكان عجبني هاد السلوبيط هذا، أنا من عشاق السلوبيطات والصراحة كننصحكم هكا بالنسبة للوليدات اللي كيكونوا عندهم يعني قل من عامين أولا حتى ل3 سنين، دائمًا في الدار تشريو لهم السلوبيطات لأنهم كيبقاو مجموعين، خصوصًا في وقت البرد كيبقاو مجموعين على أنكم تشريو لهم هكا غير تريكو وسروال، هذه كنصيحة. أنا بنتي كنشري ليها السلوبيطات كتبقى هكا مرتاحة في الدار يعني كتلعب في خاطرها وحتى كتبقى عضيماتها مجموعين. هاد السلوبيط هذا كنت شفتو وكان عجبني بزاف وما كنتش خديته ما خديتوش هاديك الوقيته اللي كنا خرجنا، وفي هاد النهار هذا قلت للزوج ديالي بقى فيا داك السلوبيط وعجبني نشريه لبنتي الصراحة، وكنت عوالة الصراحة خارجة باش نشري بيجامة ليا، صدقت قلت ليه ما بقيتش بغيت البيجامة غادي ناخذ لبنتي هاد السلوبيط هذا عرفتي أنا بعد المرة كيقول لي راجلي راه ما يمكنش كديري في بالك واحد الحاجة كتبقاي دايرة بالك معاها وفعلًا كنظن هذا الصراحة غلط ولكن هذا الشيء اللي عطا الله سبحانه وتعالى، وخديت ليه هاد البيجامة هادي ديال المبرة
هنا بالنسبة لهاد التريكوات اللي كيكونوا هكا مقطنين، دائما كناخذهم ليها لانها كتقيسهم هكا بالماكله، يعني واخا كنلبس هذيك ديك الرياقه ولكن كتقيسهم بالماكله. هادو خديتهم الصراحه واخا زايدين في الثمن ولكن عجبوني، لانهم عندهم دوك الصديفات جهه العنق، كيبقاو هكا زوينين. اما هاد العاديين اللي شفتوني هكا جريتهم، هادوك ديما كناخذهم ليها ولكن ملي كنصبنهم كيوليو هكا العنق ديالهم كبير، يعني مع هي اصلا ما كتزادش في الوزن، فكيولي داك الكول كيبان هكا كبير، يعني كيبقى يبان خايب في المنظر. وخدينا داك الصباط لان كان طاح الثلج، قلنا زعما غادي نخرجوا هكايا على برا، هكا نخرجوها هكايا شويه للثلج. بصح ملي وقعت الفاجعه ما قدرناش نخرجوا، وفي نفس الوقت ما عاودش يعني طاح الثلج، يعني طاح مره واحده ما ولاش عاود طاح. هنا ضروري كنستغل الفرصه. ملي خرجنا نشريو ديك السبوره، خديت شي حويجات هكايا للدار. بالنسبه للتمر صورته معكم لان بزاف ديال البنات كيكونوا كيقلبوا على الحاجه وما كيلقاوهاش، يعني هكا في بلايص قراب ليهم. بالنسبه لهاد التمر اللي كانوا البنات اللي هنا راه كيتباع في الماركتات الكبرى في الجهه ديال المكسرات، يعني الجهه ديال المكسرات راه كتكون معروفه هكايا بلاصه كبيره. هنا بالنسبه للتيل المجفف انا دائما كناخذه من واحد المحل راه سبق لي صورته معكم شحال هادي، ديال لوازم الحلويات، ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الفيديو. هذاك المحل كتنزلوا لتحت وكتاخذوا فيه اللوازم الحلويات، وفيه هاد التين، وفيه المشماش، فيه السمسم، يعني فيه بزاف ديال الحوايج. ولكن التين المجفف ما عمرني ما كناخذه من شي بلاصه من غير هذيك البلاصه. عندهم الصراحه التين المجفف كنحس به بحال اللي واخداه ديال المغرب، زوين بزاف بزاف. صافي هنا خديت شويه ديال اللوز. هنا اللوز كنغسلو، ما بقيتش كناخذ هكا المكسرات اللي محمصه، فكناخذوه هكا وكنغسلوه مزيان مزيان، ما كنرقدوش، غير كنغسلو ديك الساعه وكنخليه ينشف، ومن بعد كنديروه هكا فوق شي منديل باش كينشف هكايا بسرعه، وصافي وكنضيفو على المكسرات وصافي. ما كنضيفش الكميه كامله، كنضيف غير القدر الكميه اللي كاين ديال المكسرات. هنا بالنسبه للحم المفروم، فانا اغلبيه ما كنشريش اللحم بزاف، يعني كنشريه قليل، لان ما عنديش الطنجره ديال الضغط وما عنديش داك النفس لانني نبقى نطيب هكا اللحم في الطنجره العاديه او في الطاجين ونبقى نتسنى واحد المده، راكم عارفين كياخذ وقت. فاغلبيه كنجيب هكايا الكفته، ولا كنجيب هذاك اللحم اللي كيكون هكا مقطع طريفات صغارين. هنا بالنسبه هاد المنظمات ديال المجمد، ضروري من كتبغيو تسدوهم حتى كتسمعوا ديك الطق، راه عندهم جوج بلايصات فين كيتسدوا. الا ما سمعتوش ديك الطق عرفوا بان البلاستيكات راه هما مسدودينش وراه غادي يدخلهم الهواء. ملي كنقادهم هكا ضروري كنخرج داك الهواء اللي كيكون فيهم، يعني كنعاود نفتحهم واحد شويه كنفسهم وكنخرج هذاك الهواء اللي فيهم، وعاد كنولي نعاود نسدهم. كيف قلت لكم ما تخليوش هذيك الكفته توصل لكم للفم ديال البلاستيكه باش تسد. هنا راه كنت كندير يعني كندير الصوت باش تسمعوا ديك الهدا، ولكن راه اكيد ما شاء الله دابا راه هادشي راه معروف. ضروري ها نتوما كتشوفوا كنبقى نعاود نفتح وكنخرج داك الهواء وكنولي نسد البلاستيكات. هما الصراحه زوينين، ولكن حنا هنا الصراحه ايكيا بعيده علينا، يعني الا بغينا نمشيو ليها خاصنا 300 درهم 300 ليره ديال المازوت باش نمشيو. فطلبتهم غير من الانترنت، ولو انهم الصراحه كيوصلوا معطلين، ولكن المهم وصلوا. هنا غادي نشارك معكم تتبيله ديال صدر الدجاج. في هذا الفيديو راه كنت سجلت كنت طيبت الشوربه وطيبت الرز بالشعريه، ولكن جاني الفيديو الصراحه طويل بزاف، حيدتهم. هنا بالنسبه لهاد القطبان حتى هما راه خديتهم من ايكيا. خديت جوج باكيات فيهم 12، يعني واخا غسلتهم خليتهم في الكارطون ديالهم هكا كيبقاو محافظين. خصوصا على جبت بنتي هاد القطبان هادو غادي تبقى تلعب بيهم، فخليتهم هكا في الكارطون ديالهم محافظين. صافي غادي نشارك معكم الماكينه ديال الطوست، ولو انني انا راه استعملتها هكايا زعما من قبل. الصراحه زوينه، يعني اللي بغى يشري هاد الماركه هادي سميتها ارزوم. الصراحه زوينه، كنظن خديتها ب1300 ليره. من بعد راس العام راهم كانوا نقصوا شويه هكا في الثمن، لان راس العام ما شاء الله راه زادت الاسعار مضوبله. انتم كيف كيبان لكم، واخا الاضاءه ما عاونتنيش، ولكن الصراحه هاد التتبيله كتجي سهله وكتجي زوينه بزاف بزاف، وحتى راه خليتهم طابوا على خاطرهم. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم، كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.